لاني فخور جدا بالنادي الاهلي بفكر القائمين عليه. عايزين يعملوا احتفال بالمئوية، ما عملوش احتفال عادي، فكروا، قرروا، دبروا، نجحوا. النهارده حضراتكم بدأوا بداية غير عادية. انطلقت الاحتفالية بتاعة المئوية من الصالة المغطاة بالنادي الاهلي، اكتر من 6000 واحد. مين اللي بدأها؟ دكتور احمد زويل. اشكر اداره نادي الاهلي على هذا التنظيم الموفق جدا الحقيقه، ولما نشوف اعضاء تقريبا كل اعضاء النادي الاهلي موجودين الليله حاجه تشرف الحقيقه. بنحتفل مش بس بالنادي الاهلي، احنا بنحتفل بانجاز قومي على اعلى المستويات اللي نقدر كلنا نكون فخورين بيها بالنسبه لمصر، وهو النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. الناس دي هنبقى نقول لهم احنا هنعمل ايه، ان احنا نقول واحد هنعمل كذا، اثنين هنعمل كذا، ثلاثه، لغايه ما نوصل بصيغه معينه احتفالنا ازاي، ونيجي نعرضه على الناس دول. ممكن يوافقوا، ممكن يعرضونا، ممكن يسقفوا لنا، لكن تاريخ الزمالك ما هو موجود في كتاب التهديدون. مش عايز. احنا شرحناها شرح وافي. البنود يا ثاني بيه. لا بص انتوا يعني ثاني يعني انتوا البنود المئويه اللي قاعدين نقولها دي انتوا ما سمعتهاش؟ طب ثانية لا يعني يعني ثانية لا يعني البنود المئوية اللي احنا قلناها برنامج المئوية 1 2 3 4 5 انا بقولها للناس مستمعين البنود المئوية. ها يعني انا ما قلتهاش يا رشانة؟ ها؟ طيب لا خلاص لا خلاص يا سامي. لا خلاص يا سامي معلش خلاص معلش. هل السرد التاريخي اللي انا قلته كنتوا انتوا مش عايزين تسمعوه؟ خلاص يا دكتور. في أنشطة سميناها أنشطة متنوعة. الأنشطة المتنوعة اللي موجودة مشاركة. اتفضل. اسمه برنامج. اتفضل. يونيا. تمام. هو ما حاش على يونيا. حفلة وفلان وفلان وفلان. لكن بإذن الله هيبقى في يونيا حفلة بتقولوا من هنا لبعد بكرة. تمام. لا لازم المثال ما تبقاش كده زي بس الزمالك يا جماعة. الحفلة الأولى النهارده المؤتمر اتخذ ايه؟ اتخذ المؤتمر. بمعنى؟ اتخذ مؤتمر. لما يقول لك انا عامل مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي يعني الناس دي ما تجيش انتوا بس اللي لاني فخور جدا بالنادي الاهلي